بيبتدي الفيلم في كتيبة تبع الجيش بتاخد الأطفال الصغيرين علشان يدربوهم من سن صغير جدا، وبيفهموهم إن مفيش حاجة اسمها مشاعر ومفيش حاجة اسمها أسرة أو حب، وإن أسرتهم الوحيدة هي الكتيبة بتاعتهم. ومن وهم عندهم 6 سنين بيخلوهم يشوفوا مواقف دموية جدا ما يستحملهاش حد كبير، وبيخلوهم يجروا مسافات طويلة جدا، واللي بيتعب في التدريب أو يتأخر بيتقتل. وفي سن ال 14 سنة بيدق لهم على وشهم اسمهم ورتبتهم وأي حرب هيشاركوا فيها، ولما بيكبروا شوية بيدربوهم على الرماية والقتل، وحتى لو عدوهم واخد رهينة بيقتلوه هو والرهينة، حتى لو كانت الرهينة دي طفل صغير. من ضمن الجنود دي كان تود بطل فيلمنا النهارده. تود بيكون اظهر تقدم في الرمايه واللياقه البدنيه والذكاء، وبقى هو قائد المجموعه كلها طبعا تحت قياده القائد بتاعه واللي هو جاك. مع مرور الايام وحروب كتير عدت عليهم بيتم صنع فريق تاني اصغر من فريق تود في السن واقوى منه، وبيكون الفريق ده بقياده الكولونيل مايكون، وبيوقف مايكون الفريق بتاعه قدام الفريق بتاع جاك، وبيكون مايكون وجاك كل واحد فيهم بيقول انا فريقي اقوى من التاني، فبيقرروا انهم هيدخلوهم الفريقين تحدي، واللي هيفوز هو اللي هيبقى مسؤول عن العمليات العسكرية، واللي هيخسر مش هيمسك سلاح تاني، وهيبقوا فريق مراقبين بس. كل واحد فيهم بيختار الجندي الأقوى عنده، وبيعملوا لهم اختبار في إطلاق النار، وبعد كده باختبارات في الجري. وعلى الرغم من إن تود بدأ جري قبل الجندي الجديد بحوالي 20 دقيقة، إلا إن الجندي الجديد عداه ووصل قبله بفترة كبيرة. فبيقول جاك لمايكون على الرغم من إن تود تعبان من الجري إلا إنه يقدر يغلب الجندي الجديد في القتال على السلاسل، وبيخلوهم يطلعوا على السلاسل. بس مايكون بيقول لجاك ابعت 2 جنود كمان علشان يساعدوا تود في القتال، وبكده هيبقى القتال 3 ضد 1. وبيبتدي القتال، والجندي الجديد بيقدر إنه يوقع 2 من فوق السلاسل، وبيبقى هو وتود بس اللي معاه، وبيقدر يسيبه تود بإصابة في عينه، بس بعدها بياخد كوعه وبيقع من فوق السلاسل. وبينادي بعدها مايكون على الجندي الجديد وبيهزقه علشان اتصاب في عينه، فبيبص له جاك كده وبيقول له ان تود كان من احسن الجنود عنده. فبيقول له هو انت لسه ما فهمتش ان جنودك بقوا عواجيز؟ وبيطلع مسدسه وبيضرب واحد من اللي كانوا على السلاسل بالنار في دماغه، لانهم كانوا مفكرين ان ال3 ماتوا. مايكون قرر ان هو يرمي ال3 جنود في كوكب النفايات، وده كوكب عبارة عن نفايات وخردة بس، وقال لجاك انه يسجل موتهم على انه حدث. وفعلا بياخدوهم لكوكب تاني بيرموا فيه المخلفات، وبيفوق تود وهم بيرموه، وبيحاول يمسك في المركبة بأي طريقة، لكن النفايات بتاخده وتنزل. بيفهم تود ان هم اتخلصوا منه علشان خسر قدام الجندي. في اللحظة دي بيشوف ناس بتتحرك من بعيد، وبينزل علشان يشوفهم ويعرف هم فين، لكن بتحصل عاصفة بتخليه يتحرك بالعافية. وبعد ما بيوصل لمكان عالي بتحصل عاصفة تانية بتوقعه من فوق، وبينزل على الأرض وبيفقد الوعي. لكن قبل ما بيفقد الوعي بيشوف قدامه مجموعة أطفال واقفين بيتفرجوا عليه. بنشوف بعدها مجموعة من الناس مجتمعين مع بعض، وبيكون فيهم واحدة كبيرة في السن هي اللي بتتكلم، وبنعرف إن هي اللي مسؤولة عن المكان. وبيفضلوا يتكلموا عن تود وعايزين يعرفوا هو وصل هنا إزاي. وفي الآخر الست المسؤولة بتقرر إنهم يعالجوه، وبعد كده هيسألوه عن حكايته. والست بتقول لهم إنه هيقعد عند واحدة اسمها ساندرا هي وجوزها علشان هما بيفهموا في الطب. وتاني يوم بيفوق تود وبيشوف ساندرا واقفة كانت بتديله العلاج، وبتقرا الكلام اللي مكتوب على جسمه، وبتسيبه وبتروح تتكلم مع جوزها وبتقوله إن في كلام مكتوب على جسمه، واضح إنه جندي في الجيش. بعد فترة بيتحسن تود، وفي قاعة الأكل بيقعدوا كل الناس ياكلوا مع بعض، وكان تود بياكل كأنه ما شافش الأكل قبل كده في حياته، فالناس بيفضلوا يدوا أكلهم. وفجأة بيقف واحد من السكان وبيقول له بنرفزة انت ازاي مش عارف وصلت هنا ازاي؟ اكيد انت هربان من حاجة. فبيقف تود مرة واحدة وبيقول له لا يا فندم. فبيقول له امال ازاي وحدتك سمحت لك انك تيجي هنا؟ فقال له انهم استبدلوني بواحد افضل مني واقوى. وبنشوف ساندرا بتحكي لتود ازاي سابوا الارض من 12 سنة، وان المركبة الفضائية بتاعتهم اتحطمت على الكوكب ده، وان في ناس كتير ماتت، وانهم ازاي بدأوا يولعوا في نار ويعملوا انفجارات وهمية علشان يلفتوا انتباه الكواكب القريبة، او حتى تكون اي مركبة فضائية معدية وتشوف التفجيرات دي. لكن كل ده ما جابش نتيجة. وقالت له كمان ان الناس اتأقلمت على العيشة في الكوكب ده، وخصوصا كمان ان الكوكب مش مطمع لأي حد لانه مش غني بالموارد. وفي مركبة الجنود بيشرح القائد مايكون ان هو عايز يحط نقط مراقبة على كل كوكب أركاديا، وانه عايز يوزع قواته على النقط اللي هيحددها على الخريطة، وده امر روتيني وسهل جدا، وده هيكون فرصة علشان يختبر الجنود بتاعته على ارض الواقع.
فبيعرفوا الضابط ان في بعض النقط اللي هو حددها فيها عمال مناجم وبني ادمين عايشين. فبيرد عليه مايكون بغرور وبيقول له ان اي حد هتشوف القوات هيبقى عدو وهيتعاملوا معاه وهيموتوه فورا. وبنرجع مرة تانية لكوكب الخردة، وبتكون ساندرا بتزرع شوية نباتات وبيكون تود واقف جنبها، وبيظهر من وسط الزرع تعبان لونه اخضر، وبتضربه ساندرا بالفاس على راسه وبتقول للتود ان هو لازم ياخد باله من الكائنات دي كويس، هي ممكن ما تأذيش حد في جسمك لكن ممكن تأذي حد زيها أو زي ابنها. وبتعرفه إن من فترة في تعبان أخضر زي ده قرص ابنها، وده السبب في إن ابنها متأخر في النطق لحد دلوقتي. وبعدها بياخدوا مايس معاه في جولة وبيكونوا بيدوروا على أي حاجة مفيدة وسط الخردة، وفجأة بتهب عاصفة شديدة وبيكون واحد منهم هيموت بسبب العاصفة، وبيحاولوا يشدوه بقوة لكن ما بيقدروش. وفجأة بيمسك تود الحبل وبيشده بعيد قبل ما يتفرج، وبيشوف تود رشاش مرمي على الأرض وبياخده وبيتفرج عليه، وكلهم بيدب فيهم الرعب في نفس الوقت. وفي نفس الوقت بيشوف مركبة من الكتيبة بتاعته معدية فوق منهم، فبيعرفوا مايس إن هما بيعدوا كل 15 أو 20 يوم علشان يرموا المخلفات بتاعتهم وبيمشوا. بيطلب مايس من تود إن هو يديله السلاح، وفعلا تود بيديله السلاح وبيركز مع السفينة. وبيعدي شوية وقت وبيكون تود حاسس بأحاسيس غريبة عمره ما حسها قبل كده، وبيلاقي نفسه مهتم بساندرا ودايما بيحب يفضل جنبها. وفي مرة وهو واقف بيساعدها في تقطيع الخضار بيجرح صبعه من غير ما يحس، وبيكمل تقطيع الخضار عادي كأن مفيش حاجة حصلت. ولما بتشوفه ساندرا بتربط له صباعه وبتسأله انت عمرك ما حسيت بحاجة؟ في الأول ما بيردش عليها لكن بعدها بيقول لها بالخوف والعقاب، فبتحس ساندرا بالحزن علشانه. ولما بتيجي تحضنه ما بيبقاش فاهم هي بتعمل ايه. وبتمر الأيام وبيحس طول الوقت إن هو غريب وسط الناس دي. وفي يوم بيسأل عليه الراجل اللي كان أنقذه من الموت قبل كده علشان يديله كوفية هدية بمناسبة راس السنة. فبتقول له ساندرا إنه بيتمرن في القاعة، وبيكون تود بيتمرن بإنه بيضرب إيده في قطعة حديد متعلقة في السقف. وبيخش عليه الراجل اللي كان أنقذه وعايز يديله الكوفية، ومرة واحدة بيلف تود وبياخده وبيخنقه لأنه كان سرحان وافتكر إنه هو عدو، ولكن في آخر لحظة بيسيبه قبل ما روحه تطلع. وبيكون الأطفال الصغيرة شايفين كل اللي حصل، وبتيجي الزعيمة وبتطلب منهم إن هم يروحوا يدرسوا. وبعد اللي حصل ده بيقول مايس لمراته إن السكان ما بقوش مستريحين لوجوده وسطهم، وإن النهاردة هيكون في اجتماع علشان يشوفوا هل هيستمر معاهم ولا هيمشي. فبتسأل ساندرا جوزها وبتقول له أنت خايف منه؟ فبيقول لها بصراحة أنا أول مرة خاف من حد كده، ده ممكن يقسمني 2 من غير ما يحس بالتعب. وبيكون تود في كل الأوقات بيفتكر الأيام اللي هو مر بيها، وبيحس بالندم على كل الناس الأبرياء اللي هو قتلهم، وخصوصا طفلة صغيرة قبل ما يقتلها كانت بتبصله في عينه. وتاني يوم الصبح بيروح له الطفل ابن ساندرا علشان يلعب معاه شوية، وبيشوف تعبان من التعابين الخضر، فبيمسك تود الجزمة بتاعته وبيضرب بيها على السرير علشان يعلم الطفل ازاي يموت التعبان. وبعدها بيرمي الجزمة للطفل علشان يعمل زي ما هو عمل، بس التعبان بينط على الطفل، وفي آخر لحظة بيمسك تود التعبان من راسه وبيرجع يرميه تاني على الأرض علشان خاطر الطفل يموت التعبان زي ما هو علمه. وبيخش والد الطفل وبيضرب التعبان بالسهم وبيموته، ويبص لتود وبيقول له انت اتجننت، ده كان ممكن يموت الولد. وفي الاجتماع بيصوتوا اهل المستعمرة كلهم ان تود لازم يمشي، وبيجيبوا تود وبيقولوا له ان مفيش حد منهم بيكرهه، لكن اسلوب حياته مش هيتماشى مع الاسلوب اللي هم عايشين بيه هنا، وان ده مجتمع مسالم وفيه اطفال عايشه وبيدوله اكل وشرب ولبس تقيل وكل حاجه ممكن يحتاجها. وبيسيبهم تود وبيمشي وبيروح يقعد عند الخرده، وهو قاعد هناك بتصعب عليه نفسه، والاول مره بتنزل دموعه حتى هو بيكون مستغرب شكل الدموع. في اللحظه دي بتكون المركبه الفضائيه اللي شايله الجنود الجداد بتقرب من كوكب الخرده. وتاني يوم الصبح بيكون في تعبان طالع على السرير اللي نايمة عليه ساندرا وجوزها، لكن ابنهم نيسان بيعمل زي ما تود علمه بالظبط وبيقدر يموت التعبان. وفي اللحظة دي بيحس مايس إن هم عملوا غلطة كبيرة بإنهم خلوا تود يمشي، وقرر إن هو يطلع ويدور عليه ويرجعه، وفعلا بيلاقيه وبيعتذر له. لكن في اللحظة دي بتكون المركبة الفضائية بتستعد للهبوط وبينزل منها عربيات مصفحة، ولما بيحاول مايس إن هو ينده عليهم بيمنعوا تود، ويطلب منه تود إن هم يجروا بسرعة على المستعمرة. لكن بيشوفهم الجندي 607 اللي كان بيتقاتل مع تود في أول الفيلم وبيضرب عليهم نار، وبيتصاب مايس في رجله وبيسحبوا تود بعيد عن المدرعات، وبيفتكروا الجنود ان الاتنين ماتوا وبيكملوا ناحية المستعمرة. وهنا مايس بيوصي تود على ان هو ينقذ مراته وابنه وان هم امانة في رقبته، وبعدها بيموت. وعلى مركبة القيادة بيبلغ واحد من المراقبين ان الجنود رصدوا 2 من البشر، وان الجندي 607 ضرب عليهم نار وموتهم، وانهم كمان كانوا شايفين دخان جاي من بعيد، ودلوقتي القوات متوجهة ناحية الدخان ده، واحتمال كبير ان يكون في ناس كتير عايشة هناك. فبيرد مايكون بكل غرور وبيقول كويس جدا، دي فرصة علشان الجنود يطبقوا اللي هم اتدربوا عليه. وجوه المستعمرة بتكون الناس كلها خايفة،
فبتطمنهم الزعيمة وبتقول لهم إن هي هتطلع تتكلم معاهم، ولما بتطلع تتكلم معاهم بيضربوها بصاروخ قبل ما تنطق أي كلمة. وبينزل 3 جنود من المدرعة وبيكونوا واخدين أوامر إن أي حد يظهر قدامهم يقتلوه فورا ويحرقوا كل حاجة في طريقهم. وجوه كابينة القيادة بيجي المراقب وبيدي التقرير للنقيب، فالنقيب بيسأله وبيقول له في مقاومة، فبيرد عليه وبيقول له إن الأسلحة اللي مع المقاومة بدائية وخفيفة، فبتقترح المساعدة بتاعته إنهم ينزلوا فريق الجنود القدام مع الجنود الجديدة كمراقبين. ولما بتجتمع مساعدة النقيب بالجنود القدام بيتقدم الجندي رايلي قائد المجموعة وبيديلها التحية، فبتعرفه وتقول له إن التحية دي للجنود بس، وإن هم دلوقتي مش جنود، انتوا هتنزلوا كمراقبين وحتى مش هنديكم سلاح. وبيخش واحد من المسلحين ال3 للمخيم وبيحرق واحد منهم بالنار، لكن تود بينزل عليه من السقف وبيقتله. وبيحاول ال2 اللي فاضلين إنهم يحرقوا ساندرا والأطفال اللي معاها، لكن تود بيموتهم بالRPG اللي معاه. وبعدها بياخد تود جهاز الإرسال اللي معاه وبيعمل صوت غريب من حنجرته، وبنعرف إن الصوت ده معناه إن في مقاومة للمسلحين في أرض المعركة. ولما بيوصل الخبر ده للقائد مايكون بيبان عليه الخوف والقلق، وبيرفض ينزل أي عساكر تاني، وبيقترح عليه النقيب إن هو يسحب الرجالة بتاعته ويسلحهم بأسلحة تقيلة، وبالليل ينزل الرجالة بتاعته ويضربوا المخيم بمدافع الهون. وفي المخيم بيكون تود بيجهز نفسه علشان عارف إن هم أكيد راجعين تاني، وبتكون ساندرا واقفة بتتكلم معاه وبتعرف منه إنه جوزها اتقتل، فبتقترح عليه إن هي تساعده هي والناس اللي معاها. وبيرفض تود وبيقول لها إن الجنود لمواجهة الجنود، فبتسأله ساندرا عن عددهم، فبيقول لها إن هم 17 جندي، فبتقول له مش معقول هتحارب 17 جندي لوحدك. رد عليها وقال لها وهقتلهم كمان. وبتبتدي المعركة وبيعمل لهم تود أفخاخ، وبيبتدي يصطاد فيهم واحد ورا التاني، واحد بيرميه في حوض التعابين، وواحد بيقتله بالخنجر في عينه، وبيكون عامل لهم مجسم على هيئة بني آدم بيضرب عليهم نار. ولما بيقربوا منه بيكتشفوا إن هو قنبلة وبتضرب فيهم وبيخلص على عدد كبير منهم، وما بيفضلش غير الدبابة اللي موجود فيها الجندي 607 وشوية جنود جنب منه. وبياخد تود دبابة تانية وبيخلص على اللي فاضل منهم، وما بيفضلش غير الجندي 607 بس بالدبابة بتاعته. وبيخبط تود الدبابة اللي راكب فيها الجندي 607 وبيقلبها. وبعدها بيتصل تود بالمركبة اللي فيها القائد مايكون وبيعرفوا إن كل جنوده ماتوا. فبيأمر مايكون مجموعة الجنود القدام بقيادة رايلي إن هم يزرعوا قنبلة على الكوكب تدمره كله. وبيفوق الجندي 607 وبيكون لسه ما ماتش، وبياخد حقنة منشطات من جندي ميت جنب منه، وبيروح يدور على تود علشان ينتقم منه. وبيوصل 607 للمكان اللي موجودة فيه ساندرا والأطفال، وهنا بيظهر تود وبيقول لها ابعدي انت والأطفال من هنا. وبيخش تود في معركة شرسة جدا مع الجندي 607 وبيقدر إن هو ينتصر عليه. والمرة دي مش بيفقع له عين، المرة دي بيكسر له ايده ورقبته كمان. بياخد تود مجموعة الناس اللي لسه عايشين وبيقرب من المركبة بتاعة القيادة، ولما بيشوفوه مجموعة الجنود القدام بيبقوا مصدومين ان هو لسه عايش، وبيدوله التحية العسكرية لانه كان القائد بتاعهم. وجوه المركبة بيكون القائد مايكون بيأمر النقيب ان هو يطلع بالمركبة حالا، لكن النقيب بيقوله ان هو مش هيمشي ويسيب رجالته تحت، فبيضربوا مايكون بالنار. وبيخشوا عليه الجنود القدامى وبياخدوه وبيودوه للمكان اللي موجود فيه تود. ولما مايكون بيشوف ان تود لسه عايش بيتوسل له ان هو ما يقتلهوش، وبيبقى مرعوب وبيعملها على نفسه. فبيأمر تود الجنود اللي معاه ان هم يرموا مايكون بره المركبة، وبيبتدي يتحرك هو والجنود اللي معاه بالمركبة، وبيجري مايكون والجنود اللي معاه علشان يوقفوا القنبلة اللي هم زرعوها على الكوكب، لكن ما بيعرفوش، وبتنفجر القنبلة وبيتدمر الكوكب كله. وعلى المركبة بتكون ساندرا بتعالج الناس المصابين، وبيسيبها ابنها نيسن وبيروح لتود كابينة القيادة وبيمدله ايده علشان عايزه يشيله، وبيشيله تود. وبيكون الجنود اللي معاه مستغربين جدا، وبيشاور تود للطفل بإيده على الكوكب اللي هم رايحين عليه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا، وأتمنى إني ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبك الملخص ياريت تدعمنا بلايك واشتراك علشان الفيديو ينتشر.